كان الإمام الأوزاعي رحمه الله يقول: أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة، حتى ما بقي في البلد منهم إلا الرجل الواحد. ويقول يونس بن عبيد: ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. وروي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: سنتكم والله الذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي والمترف والجاهل، فاصبروا عليها فإن أهل السنة كانوا أقل الناس. الأمة بحاجة إلى العلم النافع المستمد من كتاب ربها وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العلم النافع هو الذي يقي من مرض الشبهات ويعصم من مرض الشهوات. وما ضل الضالون وانحرف المنحرفون إلا لما تركوا هذا العلم النافع. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب المصائب التي تصيب الأمة من هرج ومرج وفتن ومحن هو موت العلماء، فخراب العالم بموت العالم، كما أن عمارة العالم بنشر العلم أو بحياة العالم. فالعلم به يعرف الله عز وجل ويعبد ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد، وهو غذاء الأرواح وقرة العيون ونور البصائر وحياة القلوب، بل هو ميراث الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. وإن هذه الأمة لا زالت بخير ما دام فيها من يطلب العلم، وما دام فيها علم ينشر. وإذا فقد العلم فهو إيذان بخراب العالم، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق كما جاء في الحديث الصحيح. ولهذا أعتقد أن إحياء القلوب بالعلم أمر مهم جدا. ولهذا رأيت أن أجلس مع إخواني الطلبة نتذاكر في هذا الباب. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه المذاكرة وأن يوفقنا إلى العمل بها. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.